السلام عليكم ورحمة الله. دي مراجعة مسلسل الفرص الضائعة، بطل العالم، بطولة عصام عمر، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، فتحي عبد الوهاب، واحمد عبد الحميد. وبتدور احداث المسلسل في العالم الاندر جراوند بتاع البودي جارد، حاجة كده شبه جون ويك شوية، في العالم القتل المأجورين بتاع جون ويك. هم هنا واخدينه بس لما امك تعمل لك جون ويك في البيت بالظبط. يا ريت قبل ما نبدأ نعمل كلنا سبسكرايب، عايزين نوصل 500 سبسكرايب، يعني هكون شاكر جدا ليكم. ويا ريت تدعموني، هو ده اللي انا بعمله في حياتي، مش بعمل اي حاجه تانية. فيا ريت تدعموني عشان خاطر اقدر اكمل واعمل الحاجه اللي انا بحبها، واتمنى ان انتوا تكونوا مبسوطين وانتوا بتتفرجوا. فالقصه بتاعتنا بتدور عن جيهان الشمشرجي اللي هي قايمه بدور دنيا بعد وفاه ابوها، سايب لها حمل تقيل جدا على قلبها، 50 مليون، وبيدور على 50 مليون دولت اكتر اتنين مرعبين في مصر تقريبا، فيدرا وفتحي عبد الوهاب اللي هو سليمان المحروق. وفيدرا بصراحه انا معرفش دورها ايه في المسلسل، هي ما بتعملش اي حاجه، عماله تهدد وخلاص على الفاضي، وما شفناش من تهديدها ده اي شيء. ما رفعتش حتى سماعه التليفون ترن على امين شرطه، ما عملتش اي حاجه. مش عارف دورها كان ايه في المسلسل بصراحه. المهم فهي عندها الخطر دوت، الخطر الكبير بتاع فتحي عبد الوهاب وخطر فيدرا، بتبدأ تدور على بودي جارد عشان يحميها، فبتروح لعصام عمر اللي هو صلاح الحريف عشان خاطر يحميها من المحروق. وبينشأ بينهم صداقة في محاولات إن عصام عمر أو صلاح يجيب لها الفلوس تاني من المحروق، وبيحصل صراعات. ولحد هنا الدنيا كانت تمام. انا شفت بريمس حلو يطلع فيلم كويس جدا، وانا بقول فيلم مش بقول مسلسل، وهوضح ده قدام. يعني كان ممكن يبقى فيلم ساعة، ساعة 45 دقيقة، ساعتين بالكتير قوي، كان هيبقى فيلم كويس قوي وهتشوفه وتتبسط وهتطلع تديله 7/10، 6.5/10، وهيقضي وقت لطيف معاك. بس مشكلة ان انت تاخد فكرة زي ديت وتمطها على 10 حلقات كاملين، بيبدأ يظهر لك المشاكل. هتلاقي نفسك بعد الحلقة الخامسة عمال بتعيد وتزيد في حوارات، وتعيد وتزيد في كلام، وتحط قصص ملهاش أي لازمة في النص، وتعمل لي صراعات مش مبررة. وزي ما كان في أول الحلقات بيحط لك هوك كويس في آخر كل حلقة عشان يشدك تشوف الحلقة اللي بعدها، مع إن ممكن الهوك دوت ما يعملش أي حاجة، هو بس بيحطه، وبعد كده لما تيجي تشوف الحل بتاعه تلاقيه حل تافه جدا، او حل بسيط، او ما عملش او ما اثرش في القصه. بس تمام، اديني كنت بتديني اي حاجه في اول 5 حلقات، ده قل. بعد كده في اخر 5 حلقات الهوك بقى ضعيف جدا، وبقى معدوم كمان في اخر 3 حلقات. وهنا بان ترهل القصه، ترهل السيناريو اللي مكتوب، مشدود على قالب كبير، وهو ما يستاهلش كل ده. يعني في اول 5 حلقات كان بيديك هوك، في اخر الحلقه يخليك اوف انا عايز اشوف الحلقه اللي بعدها هيحصل ايه. وبعد كده ما تلاقيش اي حاجه بتحصل خالص من الهوك دوت. وده كان عيب من عيوب المسلسل. انا قلت على الاقل كان بيدي لك هوك، بس هو ما كانش بيعمل بيه اي حاجه، ما كانش بيستفاد بيه باي طريقه ممكنه. فانت بعد ما بتشوفه بتقول ليه التشويق؟ طيب يعني شوقتني على ايه؟ طب يعني انا جاي لك معدتي فاضيه، ما اكلتنيش حاجه. بس كنت بطنش بمزاجي عشان خاطر القصه لذيذه وتمثيل لذيذ، وانا شفت شويه تمثيل حلوين. مع الاسف تمثيل جه في مسلسل يعني انا حاسه اللي هو ما يستاهلش كل التمثيل اللي طالع من فتحي عبد الوهاب مثلا، او من محمد لطفي او كده. من بعد ال5 حلقات دول بيبدا لينا فجوات القصه الكبيره جدا، بلوت هول قد كده مصفى، احنا ماسكين مصفى وعمالين ننزل بلوت هولز مهوله، فجوات كتير جدا في الحبكه، مش ممسوكه، مش قادر تطلع بحاجه من القصه ديت. عندك بدات تعول بقى على فكره ان صلاح ده جدع وصاحب صاحبه وبيحب الواد وعنده مشاكل مع مرات. الكلام ده كله جميل، بس ما خدناش خطوة قدام، لدرجة ان هم وصلوا لمرحلة انه خلي الواد يتعب بدون اي اسباب. ما هو بعد كده طلع بيتمرن وعادي وبتاع ومش عارف جبت له فلوس منين. قصص بلوت هولز كتير جدا هنجيلها واحنا بنتكلم. يعني في بداية قصته مع ابن اخوه اللي هو ياسين كانت كويسة، كان في شوية كوتس من فيلم هنا الفيلم هنا حلوة. بعد كده بقت تحسها ان هي شعارات معلبة عمال يقولها وخلاص، زي اللقاء المفروض اللي الناس طلعت بيه السما بين ابوه وبين صلاح عشان خاطر قاعد يتكلم الفلوس اللي انا هاخدها ايه لما اكسب ومش عارف ايه وكده. حتى ده صراع برضو، هو محشور عشان خاطر يقول الكلمتين دول، كلمتين حلوين بس متقالين في وقت وحش وملوش لازمة، وهم عشان يطلعوا خلاص، فاحنا مش عارفين، مش لاقيين مكان تاني نقولهم، فقلناهم في الجزء ده وخلاص. الصراع اصلا اللي بين ابوه وبين صلاح يعني صراع ملوش اي لازمه. يعني مش قادر افهم فكره ان انت وصلت بطوله العالم وفي ماتش النهائي وجبت يا عم القرشين عشان تعمل عمليه الواد، ايه اللي يزعل في كده؟ انت واصل، انت واخد مركز تاني، يعني انت مش طالع. وعلى اي اساس واخد مركز تاني طالع تغسل مواعين ومش عارف ايه؟ انت في مركز تاني، انت تاني عالم. يعني احنا بنطلع السما لما بنطلع تالت عالم مثلا، ولا بناخد برونزيه ومش عارف ايه، وكل ابطالنا بياخدوا برونزيات. فانت عملت ايه الجديد يعني؟ فين في مصر
الحاجة اللي تخلي واحد من منطقة شعبية زي دي من مستوى زي ده يزعل اللي هو بقى وصل تاني عالم؟ مش عارف يعني، مش قادر استوعبها. يعني ابوك نفسه اصلا ما خدهاش يعني. طب على اي اساس انت زعلان من حاجه زي دي، او ابوك هو اللي زعلان من حاجه زي دي، وفي صراع بينكم ومش عارف فلوس ومش فلوس؟ مش عارف يعني. دي كانت اصلا لما عرفت ان ده السبب عدم كلام صلاح مع ابوه، سبب واهن وضعيف وما اتبناش حلو، وكانت من اكتر الحاجات اللي عامله لي مشاكل، بس برضو عديتها بسبب شويه التمثيل الحلوين اللي كنت بشوفهم. بس في اخر حلقتين بالذات ما قدرتش اعدي حاجه، ما قدرتش اعدي اي حاجه خالص. يعني في اخر 3 حلقات بدانا نحط عقبات زي ما انا قلت ملهاش اي لازمه. الواد بيتعب ليه؟ اسبابها ايه؟ طيب جبت له الفلوس منين؟ لما المحروق جه ليه جيهان الشماشيرجي غيرت رايها؟ الكلام كل ده حصل في اخر 3 حلقات، اسوأ 3 حلقات. جيهان الشماشيرجي فجأة بقت ضده وبقت مش مصدقاه. طب ايه السبب؟ يعني كل المبررات اللي هي ما تعملش كده موجودة. سليمان محروق كان موجود، مش عارف يتكلم قدامه ويقول لها مش عارف. حلو، كل دوت واضح. هي ما صدقتش ليه؟ انا مش عارف، بس عايزين يحطوا صراع وخلاص، عايزين يسيبوا بعض بشكل او باخر، عايزينهم يعملوا قصة من لا شيء، قصة من لا قصة. وكمان مشكلة تليفون اللي هي خدت نمرته دوت، هي قاعدة مع الست اللي أبوها راح لها وكل شوية تقول ده أبوكي جالي أبوكي جالي، معولين على اللي هي بس فكرة اللي هي بتنسى. طب على أي أساس لما قعدوا معايا قرروها بدأت تفتكر، وفي حلقة واحدة طلعت عرفت المكان وعرفت كل حاجة؟ طب ما هي بقى لها معاكوا 9 حلقات، ما قالتش دوت ليه في وسط الهلفطة اللي عمالة تهلفطها من أول المسلسل؟ مش مبررة خالص. كنت تخلوا حد تاني اللي معاه التليفون على الأقل أفهم إن هيبقى في صراع. أما أنتوا مخلين التليفون أو معلومة الفلوس مع حد في وسطيكوا كل يوم بتشوفوه وكل يوم بيقعد يتكلم كلام ما بتصدقهوش، بس في نفس الوقت بيقول كلام فيه شيء من الصحة واحنا عرفنا ده، وانتوا ساعات بتصدقوها ساعات ما بتصدقوهاش على مزاجكم. طب على اي اساس صدقتوها لما هي قالت؟ مش واضح. فدي برضو كانت سقطة كبيرة جدا. عايزين بس يمشي المسلسل ويعدوا الدنيا وخلاص. نرجع بقى للحلقة الأسوأ على الإطلاق، اللي هي الحلقة الأخيرة خالص، اللي هي كانت عبارة عن حلقة نهايات، حلقة تقفيل. حلقة بس كده إيه، زي عندك حاجة فيها مسامير مفكوكة ونقعد نقفل المسامير وخلاص، ما فيهاش أي حاجة. يعني في أول 5 دقايق الفلوس جت وصلاح راح ضرب الناس كلها بتوع المحروق. ما شاء الله اللي بيدي الواحد بوكس يموت يتكوم مش بيقوم تاني. يعني مش عارف هو كان بيضربه برصاص تقريبا، كان حاطط رصاص في ايده ولا ايه. فجأة كده بقى سوبر صلاح ضرب لي 35 40 واحد بما فيهم البيج بوس اللي هو الجيار. ما انت بقى ماشي ليفلز بقى، درجة درجة ليفلز ليفل لحد ما بتوصل للبيج بوس كأنك مثلا في فيديو جيم. ويا عيني الواد الطيب الغلبان اللي ما بيعملش حاجة، اللي طلع بس شكل كده، عارف انت، خش وقش وكرانيش حرفيا، يتأذي الأذية ديت وتخبطه خبطة يتشل. ليه؟ طب ما صلاح كده انسان سيء. انا شايف ده في وجهة نظري، انت كده انسان سيء. اخوه عمل معاك وعمل ومش عارف ايه، وحتى لما خطفوا ريعوا مثلا انتوا رحتوا جبتوه كان مبسوط، ده كان احسن. ده خد ثقته اصلا في نفسه منهم. طب على اي اساس عملت فيه كده؟ هو انت عارف لو هو مش هيضرب، وانت عارف ان هو مش قوي للدرجة اللي هو تهدده مثلا، انت لسه ضارب الجيار قدامه يعني صباح الفل. ايه بقى؟ إيه ليه تعمل كده؟ انت دلوقتي بقيت سيء في نظري، شوهت صورة البطل في نظري. كل ده حصل اصلا في اول 15 دقايق. بعد كده الفلوس جت وادى الفلوس لجيهان، وجيهان جات له ورجعوا اتجوز وعملت اغنية وحشة جدا ومش عارف هي طالعة بتغني ليه اساسا. ايه لازمة الاغاني؟ ولا استفدنا بقى اي حاجة. يعني مثلا ما جاش في لحظة من اللحظات بدأت تشتت حد بأغانيها عشان خاطر هو يتسحب يروح يجيب ريعه مثلا، أي يعمل أي حاجة، استعمل الأغاني وهي بتغني في أي شيء. ما عملش أي حاجة بالموضوع ده. وتقريبا هو بياخد الفلوس وخد ال10 مليون الحلال بس وساب ال50 كلهم. مش عارف الراجل هو طبعا يعني هو راجل كويس جدا يعني ومحترم، فقال لا، في 10 مليون حلال بس هم دول اللي أنا هاخدهم. وراح جاي مديهم لجيهان الشمشرجي. مش عارف بقى جاب فلوس الواد منين 70,000 دولت. من قبل اصلا ما يجيب الفلوس جاب ال70,000 ومشاه، ومحدش عارف جابهم منين وازاي. وبعد كده في الاخر المفروض يرجعوا لبعض ومش عارف ايه وبتاع عشان يبنوا لنا لجزء تاني. ايه ده؟ ليه كل ده؟ واصلا فتحي عبد الوهاب بقى اللي هنجيله نتكلم عليه كشخصيه، عامل شخصيه حلوه
مثلها كويس جدا، بس ما بتخوفش يا جماعة، ما بتخوفش. شخصية بريئة جدا، طيبة جدا، بتشوف تحبه، ولا أي حاجة من اللي هو عملها ديت قلقتني ولا خضتني ولا حسيتني مثلا اللي هو راجل خطير جدا وراجل عصابات وبتاع. وقصة دراعه اللي اتحكت في أول دقيقة في الحلقة الأخيرة، إيه ده؟ أنا فكرتها حاجة لها علاقة بالبودي جارد، وكل شوية مين ده اللي كان شغال عنده حداد وراح جاي كابب على ايه ده وامي وايه؟ طلعت القصه دي منين اصلا وليه اساسا؟ القصه دي طلعت ظهرت فجاه كده، انا مش قادر افهم. انت كده لغيت كل الافكار بتاعت اي حد فكر، رحت جاي واخدنا دبل كيك وعامل لي قصه جديده خالص من محروق. طب يعني هي ملهاش علاقه بابو صلاح مثلا؟ ملهاش علاقه بمحمد لطفي؟ مش عارف. طب حكيتها ليه؟ يعني مش قادر افهم يعني، ولا كان ليها لازمه في المسلسل، ولا هل دي حاجه للجزء التاني اللي انا مش هشوفه؟ من دلوقتي بقول اهو انا مش هشوفه. هو مسلسل مبني عشان خاطر يعمل لنا اجزاء، وهو اصلا فاضي، هو مسلسل فاضي. صعب قوي بصراحه. ومن ضمن النهايات اللي احنا بنشوفها، صلاح بيفتح المكان بتاعه بيعلم فيه العيال بوكس ومش عارف ايه وبتاع، وجاب فلوس وهنتصرف ومش هنتصرف، ودلوقتي اللي انت تتصرف فلوس بقى موضوع سهل خلاص. سهل قوي اللي احنا نروح ناخد فلوس من ده وناخد فلوس من ده. ايه طيب؟ كان فين ده من اول المسلسل؟ طيب مش عارف تدفع للواد ال5000 جنيه بتوع المدرسة، ومش عارف تدفع مش عارف ايه، بعد كده عمال تستلف في فلوس من كل حتة. طب والراجل اللي انت كنت سالف منه فلوس حاجة و70,000 جنيه دول سددتها له ازاي؟ ده كان عمال يجري وراك من اول المسلسل. شفناه في اول حلقة ضرب كام واحد وراح كلمه كلمتين وسابه ومشي، وبضاعة ومش بضاعة وقصص ما استعملناهاش قبل كده ولا استعملناها بعد كده ولا جبنا لها تاني. طب ما كنت طب بدل ما تقعد تخلينا في 3 حلقات 3 حلقات فاضيين مش بيحصل فيهم حاجة، رجع لنا قصص من القصص اللي هي ما كملتش وهكملها لنا، احكيها لنا. انا في وجهة نظري المسلسل لو كان كمل زي اول 4 حلقات انا كنت هديله 6 من 10. هو كان مسلسل وسط عادي، شوية تمثيل كويسين، شوية ضحك حلوين، وبس الموضوع عدى على كده، مش اكتر ولا اقل. مع الاسف في الاواخر قل جامد قوي عن اول 4 حلقات كمان اللي هم كانوا متوسطين اساسا. فانا في وجهة نظري ده مسلسل 2 من 10، 2 من 10 بس عشان خاطر جيال الشمشارجي، مش اكتر ولا اقل، وشوية التمثيل الحلوين اللي احنا شفناهم. اما قصة مفيش، موسيقى مفيش، مش عارف يعني ايه. حتى الاخراج كان عادي في الضرب وكده، كان ضعيف جدا في اوقات كتير بصراحة، واخراج طبيعي خالص يعني، مفيش اي مثلا حاجة انجماتيك حصلت في المسلسل عشان خاطر تخليني اقول ان الاخراج كان كويس. مع الاسف اختياراته في اللي هو يكمل القصة بالشكل ده وفي الكتابة ديت اختيارات سيئة، وده يبقى اخراج سيء بالنسبة لي. بس كده، ده كل اللي عندي على مسلسل بطل العالم، ومتنسوش تعملوا سبسكرايب، وسلام.